استاذ احمد، دايما زي ما بنقول كده عايزين نقول يا جماعه فوقوا، صحصحوا، اوعوا، خدوا بالكم، احذروا. مجموعه من الكلمات كتيره جدا والمعاني كتيره جدا اللي ممكن تتقال في قصيدتك انت. لما حضرتك حبيت تقولها، قلتها بالعاميه ولا اللغه العربيه؟ هي في مقطوعة بتقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، انا هقولها وبعدين هقول قصيدتك. تمام، ماشي. هي بعنوان رسالة إلى الإرهاب. تمام. يلي بتقتل من غير حق، نفس بريئة مالها الذنب. انت صحيح زينا إنسان، عندك حس، عندك قلب، عندك أم مستنية رجوعك ليها، عندك زوجة، عندك أب، عندك ابن بتعشق حضنه. لو كان عندك كنت هجرت الظلم، وعندك كنت اديت ايدك للأرض بدل الدم المالي كيانك. تزرع مصر جناين حب، تزرع مصر جناين حب، تزرع مصر جناين حب. عندي قصيدة بقى. احنا مكونين جماعة ثلاثي أضواء الإبداع. جميل. فبنعمل قصيدة من 3 1 2 3. كويس. بنختار موضوع معين وبنكتب فيه احنا الثلاثة كل واحد برؤيته. فدي قصيدة من بين القصائد اللي احنا كتبناها عن الشهيد العربي. بقول كم شهيد يا دنشواي الظلم علق جتته، كم شهيد يا أهل الجزائر كان بيرسم سكته، كم جعان بين الحدود المر زاد وميته، كان بيحلم بالأمان يرجع لأحضان الجيران. ابن الوطن يلقاه في سعادته ومحنته، مش لما يشكي من الألم يلقى الجيران هم اللي سارقين دنيته. يرمي السلام يختالوا أهله وعزوته، كم ضر مات علشان نضاله وهمته، كم نبض خرسوه بالنعال والهيبة راحت من الرجال لما اليهودي بابتذال القدس دنس حرمته. كم شهيد للعرض صار قول يا عمر يا ابن المختار، كم شهيد لأجل الوطن دفع الثمن. قول يا بيبي باختصار ليه العرب كل العرب العين عليهم للدمار. كم في سوريا ما اتهدر، وفي مصر مين كان السبب؟ مين اللي خلانا في هرج؟ مين اللي خلى حلمنا مجرد شعار؟ كم شهيد بإيدين عرب مسلم وراسم من الصلاة أكبر علامة للإيمان. فين الإيمان؟ ليه الصدام